السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض القرص الطرية بحشوة العجوة، حاجة سهلة كده وجميلة ان شاء الله تعجبكم. هنسويها برضو مع بعض ونقولكم التسوية القمر ديت نتيجتها، يعني بتعملي ايه عشان توصلي التسوية القمر دي. تعالوا بقى نشوف طراوة القرص ما شاء الله، حاجة كده عسل من جوه طرية خالص، حاجة جميلة كده مع كوباية شاي بلبن. متنسوش باللايك وتفعيل زر الجرس واشتراك في قناة أكل زمان في مطبخ إيمان. يلا نعمل الحاجة الجميلة دي. أول حاجة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا كوبايتين من المية، معلقة كبيرة كده من الخميرة، 4 معالق من السكر. كمان ممكن تستغني كوبايتين مية تحطي كوباية من المية وكوباية كمان من اللبن. تمام. واحط كمان نص كوبايه من السمنه، ممكن يكون نص كوبايه دي تبقى سمنه على زيت، تبقى سمنه بس زيت بس، براحتك خالص. ومعايا معلقه كمان كبيره حلوه كده من البيكنج باودر عشان بيخلي هشاشه القرصه حلوه قوي. وكمان معلقه من الخل. تمام، ده محسن قوي جدا البيكنج باودر والخل. وهنعمل كمان تركه كده حلوه قوي، هحط كمان رشه من الفانيليا، تبقى تخلي ريحه القرصه جميله. طبعا لو عندك كمان، اللهم صل على النبي، ريحه السمنه البلدي دي حاجه تانية خالص. تمام، انا طبعا كنت بعمل بيها بس مش متاحه عندي دلوقتي. هنزل كمان اللهم صل على النبي بكيلو من الدقيق، طبعا نخلاه كويس جدا وحط عليه رشه الملح. تمام، هنزل بيه وابدا اعجن. تعجني كده واحده واحده. عايز معاكي اللهم صل على النبي ميه زودي، زي ما قلت لك. هتحطي لبن براحتك، لبن رايب برضو براحتك. عايز تحطي معلقتين من اللبن البودر وتحطي وتعجني زي كده بالميه. تمام، عايز تعجني الميه تماما زي ما انا بعمل براحتك خالص. انا بديكي كل اختياراتك وانت حره خالص، يعني ما تغلبيش نفسك، اعملي اللي انت عايزاه. وابدا اعجن بقى زي ما انت شايفه كده، واحده واحده، لحد ما العجينه تتعجن معايا. طب انا تعبت يا امان، خلي العجينه ترتاح شويه، غطي زي على رخامه كده، سيبيها غطيها بطبق لمده مثلا 5 دقايق. تلمي مثلا الاطباق اللي حواليكي، كوبايات الكلام دوت، مطرح التوضيبات العجن. تمام، وبعدين ترجعي تعجنيها، هتبصي هتلاقي العجينه بتاعتك نعمت وبقت زي العسل. تمام. بصوا العجينه بتاعتنا حاجه كده جميله وطريه جدا جدا ما شاء الله. بوريكي قوامها طريه وزي العسل. هسيبها بقى تخمر معانا. تمام. وبعد كده اللهم صل على النبي، انا كورتها بس ما نسيت يعني اوريكم لقطه اللي هي بعد ما خمرت اوريها لكم. ومعايا هنا هسيبها بقى تخمر بقى تاني. ومعايا هنا نص كيلو من العجوه هحطها في اللهم صل على النبي الميكروويف. ومعايا بوريكم بقى العجينه بعد ما خمرت. تمام. بصوا القرصه يعني انا كورتها وكورت كمان العجوه. العجوه حطيت عليها معلقه من السمنه ودخلتها في الميكروويف 30 دقيقه في 30 دقيقه لحد ما ساحت وبقت زي العسل. ممكن تعمليها على النار براحتك خالص.